السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض مهلبية بيضة ومهلبية بالاناناس اورانج. فكرت فكرة كده وشفت اخت عاملاها، اخت على القناة عاملاها فعجبتني جدا، فبستأذنها ان انا اعملها عندي. عجبتني وشكلها حلو واكيد طعمها احلى. ان شاء الله باذن الله. دي اللبن اهو، هعمل له احط عليه معلقتين نشا. دول يعتبر كوبايتين لبن. مج من اللي هو الصغير ده اللي احنا بنعاير بيه كل حاجه. وبرده هعمل من ده مجين برده. دلوقتي هقشره وانا غسلتها اهي، هقشرها بقى واعملها في الخلاط، واعملها برده احط عليها معلقتين نشا ونعمل بيها المهلبيه شكلين ان شاء الله مع بعض كده خطوه بخطوه. هقشرها وارجع لكم. قشرته اهو يا حبايبي، هخرطه بقى واعمله في الخلاط. هولع على اللبن يغلي عقبال ما اعمل دول في الخلاط وارجع لكم. اهو يا حبايبي الاناناس حطيت 3 معالق نشا. هنقلب بقى على البارد، هقلبه وارجع لكم. بصوا حبايبي خلاص خلصت اهي. هحط الاول الصفرة دي، ودي خلصت اهي. بعد ما دي تبرد هحط دي، هعبيهم وارجع لكم. اهو يا حبايبي الاصفر ده الابيض خلاص بردوا، هحط بقى الابيض وارجع لكم. بصوا حبايبي اهو خلاص خلصتها اهو، شايفين الشكل جميل جدا وكمان طعمه اجمل. لو عجبكم المهلبيه دي ما تنسونيش في اللايك والاشتراك. جميله جميله جدا 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 وطعمها كمان اجمل. تنسونيش في اللايك والاشتراك لو عجبتكم المهلبيه دي اللي هي بالاناناس. السلام عليكم حبايبي.